وقفة مع اتصالات المشاهدين. الأخ الهاشمي القرشي من جدة أظن. تفضل مرحبا بك. السلام عليكم يا ابن العم. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. وإن شاء الله تشرفنا في أرض الحجاز أرض الإيمان. ثم أريد أن أشكر التيجاني. تسمعني يا تيجاني؟ أيوة أسمعك. جزاك الله خير. شكرا خاصا لك، والشكر الخاص لك لأنك كنت أجرأ المتقين. المتقون هنا ليسوا الذين يتخذون وقاية من عذاب الله، ولكنهم هم الذين لبسوا مسوح الضأن على قلوب الذئاب، فأنت كنت أصرحهم، فشكرا لك. فقد صرحت بانقلاب الصحابة على أدبارهم وأنهم كفروا وارتدوا. وأنا أسألك وأسأل الإخوان والشيعة في العالم، وأنا من آل البيت ومن أحفاد موسى الكاظم، والشيعة ينزلون في بيتنا في الحجاز مدة 300 عام. أسألك وأسألهم، هل يوصف الله بالحكمة في التدبير؟ وهل الله لطيف بعباده؟ لا أظن أحدا يقول غير ذلك، ولا حتى اليهود ولا النصارى. وعندها أسأل قائلا، كيف يبعث الله نبيا طاهرا خاتما للأنبياء دينه يهيمن على كل الأديان قبله، ويتعب هذا النبي ويجهد ويشتم ويضرب ويقذف، يقذفه المنافقون، وخط تحت كلمة المنافقين يقذفونه في زوجته، فيستدل الله عليهم بالعقل والحجة، فيقول لهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هو الجنة. كيف تكون امرأة بشرت بالجنة تقول كتب الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها عائشة؟ هل يعقل أن هذا النبي يكافأ بعد جهاد لمدة ربع قرن، يكافأ والله العدل اللطيف الخبير الحكيم يكافئه بأن يسلط على ذريته بل وعلى دينه؟ وهذا أعظم. أناس المنافقين ليسوا 10 ولا 20، بل كلهم يقال عنهم أنهم منافقون إلا ما تعد أصابع اليدين. هل يعقل هذا في حكمة الله؟ وهل يعقل في حكمة الله أن الله يدع الأمم كلها العالم كله يتخبطون، ويدع العالم والكون يتخبط ضائع تائه، لأن هذا الكون والعالم ليس له الإمام الذي يعلم أسراره، فإنه غائب في السرداب؟ وهل يعقل أن عليا الذي غار على فاطمة والتي كانت تأكل مرة من المرات تفاحة، فأخذت التفاحة وأعطتها إلى عبد عندها، فأخذ التفاحة من يدها علي ورماها بالأرض، هذا الغيور القرشي الفحل البطل، هل يعقل رضي الله عنه وفداه أبي وأمي، هل يعقل أنه يترك فرج امرأة ابنته أم كلثوم يغتصبها عمر كما ينقل عن الإمام الصادق جدنا رحمة الله عليه؟ أنا أقول إن أي عقل صحيح يأبى تلاعب الشيعة بفروج البنات الصغيرات في سن 7 كما فعل الخميني، وإن أي عقل صحيح ينفي ما يقوله الخميني والكتاب أمامي